بتدور على عربية عشان تشتريها. عايز تعرف تفاصيل كل العربيات ويبقى عندك خبرة عنها. اوتو كلاب. اوتو كلاب تطبيق محمله 10,000 مستخدم، حجمه صغير جدا، لسه جديد، تقييماته رقم 2 في فئة التطبيقات المجانية. وده لأن هو إعلاناته كتيرة وصارف على الإعلانات، فعشان كده الناس هتحمله وهو رقم 2 دلوقتي. بس بقى مع الوقت هتكتشف إن اوتو كلاب كله بالإنجليزي، عشان تتفرج على عربية ولا تعرف موديلات عربيات كبيرة أو غالية. أوتو كلاب كله بالإنجليزي. طبعا هو بيتعامل مع معارض يعني معروفة عندنا في مصر كتيرة. بس أوتو كلاب بيصعب الدنيا على الناس. أنا عايز أتفرج أو أعرف معلومات، ما عنديش لغة إنجليزية، فهتلاقي الدنيا صعبة عليك. فهتلاقي كل الناس اللي حملت أوتو كلاب لغت التحميل، أو كتبت على التطبيق تعليقات مش كويسة. أوتو كلاب كمان بيساعدك في الصيانة، وبيساعدك في إن أنت تأمن على عربيتك. عايز تأمن على عربيتك، عايز تشتري جديد أو عايز تشتري مستعمل، أوتو كلاب بيوفر لك عروض كتيرة جدا ومميزات كتيرة جدا. طبعا يعني أحسن من التجار والسماسرة، وإن أنت ممكن تعرف، بس كفاية إن أنت تعرف معلومات عن أي عربية أنت عايز تشتريها، عاملة كام كيلو، سعرها في السوق عامل كام. طبعا هتلاقي برضو تطبيق اسمه هتلاقي برضو تطبيق، بس للأسف بياخد فلوس من الناس وبياخد مقدمات حجز، وبيسرقهم في مقدمات الحجز اللي بياخدها منهم. زي ما انت شايف، عربيات كتيرة جدا هتلاقيها على اوتو كلاب. بس للأسف عشان الناس تخش على أي عربية من دول وتعرف مميزاتها وعيوبها وأي حاجة عنها، التطبيق للأسف الشديد كله بالإنجليزي. طبعا يا ريت لو حملت التطبيق او اتفرجت على الفيديو بتاعي وقابلتك اي حاجة كويسة في التطبيق تكتبها لنا في الكومنتات عشان نثبت التعليق. ويا ريت برضو لو حملت تطبيق وقابلتك اي حاجة وحشة في التطبيق تكتبها لنا في التعليق، عشان برضو هنثبت تعليقك. تطبيق اوتو كلاب وغيره تطبيقات بتكلفنا فلوس كتير، فمحتاجين كل معلومة من حضرتك او مني او من اي حد، عشان نعرف احنا بنتعامل مع انهي تطبيق، وتطبيق كويس ولا مش كويس، وهل في عمولات. هنا كاتب قابل للتفاوض البسيط، يعني الحاجة الوحيدة اللي بالعربي قابل للتفاوض البسيط، لكن غير كده ممكن تشتري على طول. فياريت تكتب لنا في الكومنتات اي حاجة تقابلها في التطبيق كويسة او وحشة، عشان نثبت تعليقك، عشان تعليقك بيفيد غيرك. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده واول مرة تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق هتلاقيه في الديسكريبشن. واستنوني تاني في تطبيق جديد عشان اقول لكم الجديد في عالم التطبيقات.